السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا نبدأ نواعم العيد ونبدأ الحاجات بتاعة العيد كده، ونعمل بقى ايه حاجة العيد. كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل النهاردة الكحك، هنعمله بطريقة سهلة قوي قوي، هيطلع معاكي مفيهوش غلطة وممتاز ودايب دوب. المكونات بتاعتنا سهلة قوي. انا هعمل مقادير كيلو ونص دقيق، بس هقول لكم مقادير الكيلو. تمام، وهسيب لكم برضو مقادير الكيلو في صندوق الوصف. يعني انا هعمل كيلو ونص، بس هسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف. تمام كده. يلا بقى بينا نصلي على النبي كده، وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يعدي الكرب ده على خير، وينصرهم ويجبرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماوات واهل الارض. انا دلوقتي اول حاجة عندي دي معلقة كبيرة من الخميرة البيرة. تمام. ممكن تستبدليها بكيس كده او كيس ونص من الخميرة الفورية، بس انا بحب اشتغل في الكحك بالذات بالخميرة البيرة، بتبقى احسن بكتير او من الفورية. بس عامة برضو الفورية هتديكي نفس النتيجة. تمام. هبتدي دلوقتي اجيب كيلو ونص من الدقيق، هنخلهم كويس قوي في العجان. ما عندكيش عجان، هاتي بقى طبق بولة اي حاجة، انخلي فيها الدقيق واعملي فيها نفس الخطوات اللي احنا هنعملها في العجان دي، اعمليها في قلب الطبق. تمام كده. بعد ما نخلت الدقيق كويس قوي، هديله كده بقى رشة من الملح، وهنزل بمعلقة كبيرة من ريحة الكحك ومعلقتين كبار من السمسم. دي مقادير الكيلو ونص دقيق. تمام كده. وهروح نازلة عليها ب 800 جرام من السمنة السخنة، يعني مش سخنة قوي، مش مغلية. لا، السمنة تكون ايه، دافية كده شوية، تبقى مايلة للسخونة. تمام. السمنة بتاعتي تبقى مايلة للسخونة. حلو كده الكلام. وبعد ما حطيت بقى ريحة الكحك، معلقة صغيرة من ريحة معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ومعلقتين كبار من السمسم المتحمص، وعليهم رشة الملح، هنزل بقى بالسمنة بتاعتي كده 800 جرام. نص كيلو كيلو الدقيق بياخد يعني 550 جرام كده من السمنة، لو انت عايزاه دايب قوي. تمام كده. لو عايزاه يبقى ناعم بس مش دايب قوي، هتحطي ايه 500 جرام بس من السمنة على كيلو الدقيق. تمام كده. بعد ما بسيت بقى الكحك بتاعي حلو قوي قوي قوي، يعني ايه، لو هتعمليه على ايدك اقعدي بس فيه بقى كده شوية حلوين، بتاع ربع ساعة ولا حاجة. انا عشان بعمله في العجان فبسيته يعني ايه بتاع 10 12 دقيقة كده. تمام. بعد ما بسيته بقى، 3 معلقتين السكر الكبار ومعلقة الخميرة الكبيرة اللي كنت مدوباهم مع بعض، ورحت نازلة بيهم كده على العجينة بتاعتي. طبعا الخميرة هتخلي العجينة بتاعتي تشد شوية، تنشف شوية. فهنفكها دلوقتي بشوية مية سخنين، يعني هتاخد معايا بالظبط كوباية واحدة بس من المية الدافية. تمام كده. وهنزل بالمية تدريجيا واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معايا. حلو كده الكلام. طبعا كل حاجة مشروحة كده وواضحة في الفيديو. هعرف ازاي ان العجينة بقت تمام ومظبوطة؟ لما اجي كده اشكلها واضغط عليها الاقيها ما بتشققش معايا، تبقى العجينة بتاعتي ممتازة. لو لقيتيها بتشقق انزلي برضو ايه بالمية تدريجيا. عشان كده انا قلت هي كوباية مية واحدة بس على الكيلو ونص. يعني لو هتعملي كيلو حطي كوباية الا ربع. تمام كده. او نص كوباية وشوية، وانزلي بيها واحدة واحدة تدريجيا، عشان خاطر تعرفي تظبطي العجينة بتاعتك. العجينة عشان لو حطيتي مية كتير الكحك هيطلع ناشف معاكي، فانزلي بالمية تدريجيا واحدة واحدة، علشان خاطر يطلع معاكي دايب، وهو مش هياخد اكتر من كوباية واحدة بس من المية الدافية. تمام كده. مش هياخد اكتر من كده. العجينة بتاعتي كده بعد ما خدت كوباية المية كانت تمام قوي. وطبعا نوع الدقيق بيختلف، يعني كل نوع دقيق بيختلف عن نوع الدقيق التاني. انا اختبرت بقى العجينه بتاعتي كده وشفتها، لقيتها ان هي ما بتشققش تماما وزي الفل مظبوطه اهي. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اشكلها. عايزه تعمليها بالبصمه ماشي، تعمليها بالقمع ماشي، تعمليها بالمنقاش ماشي، اللي يريحك تقدري ان انت تشكليها بيها. انا بصراحه بحب ان انا اشكلها بالمنقاش قوي، بحس كده بتبقى شكلها احلى، والنقشه بتاعتها حتى بعد ما بيخمر وبعد ما بيستوي بتفضل باينه عليه ما بتروحش. وهوريها لكم برضو بعد ما اسويه. عايزه بقى تحشيه بقى عجميه، تحشيه ملبن، تحشيه عجوه، احشيه زي ما انت عايزه تحشيه. انا عملت حبه ساده
وريت لكم بس ايه النقشه كده مبدئيا هتبقى عامله ازاي. واخدته بقى ايه ورحنا قعدنا عملناهم بقى مع بعض، وعملت حبه بالعجو، عملت حبه بالملبن والمكسرات، وعملت ايه حبه ساده. حابه ان انت بقى تعمليه بالعجميه تحشيه زي ما انت عايزه تحشيه. انا بحب النقشه دي جدا، بتفضل باينه فيه حتى بعد ما بيخمر. بحسها كمان يعني اسهل عليا بكتير قوي، مع ان الطباعه والام والحاجات دي بتبقى اسهل بكتير، بس انا بحب النقشه دي قوي. بالمنقاش كده بحسها اخف على قلبي بصراحه. بس انتي تقدري ان انتي تشكليها بالشكل اللي انتي عايزاه. اهو انا بعملها كده بالشكل ده. دي حشيتها كده حته من الملبن. بجيب كده الملبن وبروح حاطاه في قلب العجينه من جوه، وبقفل بقى كده عليه العجينه، وابتدي ان انا اكورها بقى وانقشها. بحب اعمل برضو الكحكايه تبقى صغيره، متبقاش كبيره قوي ولا وسط حتى، يعني انا بحبها تبقى صغنونه قوي كده، ان هي تدخل البق ما تطلعش تاني يعني. همشي بقى كل الصاجات بتاعتي والكميه كلها بنفس النقشه دي بنفس الشكل دوت. وكده خلاص بقى بعد ما كنت خلصت الكميه وسبتها ان هي تخمر، قعد معايا بالظبط ساعه يخمر. بعد الساعة دي بقى ولعت الفرن على نار هادية خالص. انا عندي فرن اللي هي الفرن بتاعت الخبيز دي، حطيته فيها. مش عندك حطيه في فرن البوتاجاز، بس خلي النار بتاعتك يعني ايه هادية، ما تخليش النار عالية قوي عشان خاطر يستوي معاكي ويطلع لونه من بره ومن جوه حلو كده. بصوا دايب دوب ازاي، دايب دوب دايب دوب يعني. الكحكاية دايبة قوي قوي قوي، مش هياخد منك وقت اصلا. واعمليه كده في بيتك ووفري بقى الاسعار الخياليه اللي احنا عمالين نسمعها. وحلو وسهل، ويعني دايب دايب قوي قوي قوي. رشه بقى من السكر البودره كده، وبألف هنا وشفا وصحه وعافيه. هيعجبكم قوي قوي قوي، بس جربوه. هتحفظيه بقى ازاي؟ هتبقى علبه او كرتونه وحطي فيها اكياس تلاجة. حطي كيس التلاجة كده وابدأ ان انتي رصي فيها الكحك بتاعك بالشكل دوت كده. هو اصلا كنت ماسكاه ما كانش مستحمل ان انا امسكه في ايدي، يعني كان دايب لدرجة ان هو اصلا مش قادرة احطه على ايدي من كتر ما هو دايب. كنت بتعامل معاه برفق قوي. فانتوا يعني امشوا على المقادير دي كده مظبوطة، وان شاء الله هيطلع معاكم حلو قوي. وانا برضو هسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف، وان شاء الله باذن الله تعملوه ويعجبكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. دي طريقة الحفظ بتاعته. انا حطيته في علبة كده، وحطيت في العلبة اكياس تلاجة من تحت، وهقفل بقى